اللهم أنت القوي فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة الإيجاب للطاعة وبقوة السلب عن. يا مساء الهنا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده بقى ايه يا ستي؟ انا كنت اخر النهار كده وكنت بعمل عشاء بقى ايه. اولادي كانوا عايزين اندومي وانا صراحه مش عايزه ادخل اندومي البيت، فقلت لهم اعمل لكم مكرونه احلى من الاندومي. كانت مامتي ربنا يخليها لنا بتعملها لنا زمان. كده جهات في نوع المكرونه بس يكون نوع ايه صغير شويه، وبعدين احط حبه زيت اقلبهم كده تقليبه حلوه بس يحمروا، واحط بقى فلفل، تحطي طماطم، وتحطي بقى ايه حوالي 3 كوبايات او 4 كوبايات ميه من الحنفيه عادي، وتبقى تحفه. والتوابل بقى بتاعتك او مرقه الدجاج. بس كده قلت اطلع معاكم اعملها اكله حلوه وسريعه ومش بتاخد وقت. وكمان نتكلم على ايه الايام دي. انا شايفه على السوشيال ميديا وكله مشغول بتفريزات رمضان وحاجات رمضان وكل الكلام. طبعا احنا الدنيا غاليه جدا، ربنا يا رب يكون في عوننا جميعا وربنا يجعلها ايام حلوه علينا. بصي بقى يا ستي، انا دلوقتي ايه، انت دلوقتي كائن واحده مثلا عاديه عايزه تعملي مثلا ايه تفريزات عشان خاطر رمضان وعشان خاطر ايه اللي انت تبقي جاهزه وكده. رمضان ده اولا شهر طاعه، يعني ايه الواحد بيتقرب فيه ربنا كمان وكمان. احنا بنبقى قريبين الحمد لله من ربنا، بس في رمضان سبحان الله بيبقى فيه كده طقوس، وبيبقى فيه حاجات حلوه قوي. التراويح بقى وصلاه الفجر بيبقى ليها كده روح تانية، بتبقى الصراحه ايام جميله. بس انا كنت عايزه اتكلم في موضوع تاني، ان احنا رمضان مش شهر اكل، مش شهر شرب، لا ده شهر عباده. احنا بنعمل تفريزات وبنشيل وبنحاول بنشيل ليه؟ عشان خاطر لما تشيلي مثلا اكله متفرزه بتسهل عليكي ان انت ما تقفيش في المطبخ كتير، فبالتالي بيسهل عليكي ان انت مثلا بعد الفطار بتصلي التراويح براحتك بقى، تختمي لك جزء، تختمي لك اتنين، زي ما ربنا ايه سيبلك. بس احنا عشان كده انا شايفه ان الناس بجد يعني عندها هوس التفريزات والحاجات دي كلها. فانا اهو طالعه بقول لك فرزي، مش متفرزيش بس على قدك. الحاجه دلوقتي بقت غاليه جدا والاسعار بقت مولعه قوي. يعني انت مثلا لو جبتي الاسبوع ده مثلا ب 10 جنيه طماطم، والاسبوع الجاي ب 10 جنيه طماطم. طبعا الطماطم احنا ما فيش بيت اصلا بيستغنى عنها. تمسكي الطماطم دي تفرزيها، تعمليها كده بالطريقه بتاعتنا العاديه دي وتصلصليها وتشيليها في الفريزر، هتبصي تلاقي عندك مثلا اخر الشهر انت مفرزه مثلا كميه حلوه. طبعا انت مش هتيجي جنبيها لو عوزتي كيس ولا حاجه، اديكي كل اسبوع بتشتري ب 10 جنيه ب 15 جنيه زي ما ربنا يأذنك. والله الحاجات دي يا بنات بتبقى سهله عليكي وانت بتعمليها، وكمان بتبقى سهله عليكي في الفلوس اللي انت بتدفعيش مثلا ايه 50 60 جنيه مره واحده. لا انت بتحاولي تلمي نفسك كده باي حاجه. مثلا اخر كل اسبوع مثلا هاتي ب 10 جنيه بصل وشيليه، الاسبوع اللي وراه برده ب 10 جنيه بصل وشيليه، هتبصي تلاقي عندك ما شاء الله كميه حلوه. ممكن تفرزي البصل في الفريزر، شفت طرق كتير كده. بس انا من الناس اللي بتحط البصل في تربو وتحطه في البلكونه، بس تربو يكون متهوي ما بيجرالوش حاجه الصراحه. لكن في ناس كتير ما شاء الله شاطرين بيفرزوا البصل ويحطوه في الفريزر، بيبقى حلو برده ما بقاش وحش. كده احنا خلاص، احنا اهم حاجه عندنا ايه في الاكل؟ البصل والبصل والبطاطس والطماطم. خلاص كده خلصناهم. والطماطم والبطاطس نفس الكلام برده، كل اسبوع كده ب 10 جنيه. الايام دي كمان البطاطس رخصت بقت ب 5 جنيه، والصراحه كلها تحمير وزي الفل. هتبصي تلاقي عندك ما شاء الله كميه حلوه قوي. هنيجي بقى العصاير. لقيت العلب العصاير البيتي والجهينه دي ما شاء الله اسعارها في السماء. انا كمان بيني وبينكم من الناس اللي ما بحبش العصاير اللي هي ايه، اللي هي المعلبات دي، بحس ان هي ميه بسكر كده. انا بحب اعمل العصاير بتاعتي في البيت. هتعملي ايه بقى؟ كل اخر اسبوع برضو هتجيبي مثلا ب5 جنيه ب10 جنيه زي ما انت عايزه تشيليهم. مش هقول لك يعني هاتي الكميه الكبيره، انا بقول لك كل اخر اسبوع ايه 5 جنيه 10 جنيه. ال5 جنيه وال10 جنيه معاكي مثلا هتديها العيل هيشتري بيها بسكويت، هيشتري بيها كيس شيبسي. فاهمه؟ انت فاهمه قصدي؟ عشان خاطر ما تكلفيش نفسك. فهتجيبي بقى ايه ب5 ب10 زي ما انت عايزه، هتشيليهم هتمسكيهم تغسليهم حلو وتشيلي في الفريزر. ان شاء الله تجيبي بتاع مره واحده بس. البرتقان يا بنات انا بقشره واقطعه كده واشيل منه البذر، انا عملته معاكم كذا مره. اشيل منه البذر بتاعه واحطه في الاكياس واحطه في الفريزر على طول. خلاص ده بقى ايه ما يطلعش تاني. الجوافه نفس الكلام، بس اهم حاجه حطي رشه سكر. الفراوله برضو نفس الكلام، بجيبها اغسلها كويس قوي عشان بتبقى مليانه طينه، واحط عليها رشه، اصفيها كمان واحط عليها رشه سكر واشيلها في الفريزر. اجي مثلا وانا بعمل الاكل اطلع كيس بسله، كيس طماطم، الرز طبعا بيبقى في المطبخ،
كيس مثلا فراوله او جوافه، الحاجات بقى دي والله العظيم بصي ما فيش نص ساعه بتبصي تلاقي عندك خلصتي احلى اكل عندك. اذا كنت هتطبخي، اذا كنت هتعملي صواني، الصواني بقى طبعا ما تضطريش بتضطري تعملي مثلا بشاميل، جلاش، اي حاجه بقى. ممكن تجيبي لو جبتي كيلو لحمه مفرومه هتقسميه على 4 أجزاء. كل أسبوع اعملي صينية مثلا، مرة بشاميل، مرة جلاش، مرة بطاطس اللي هي باللحمة المفرومة دي، بتقطع معاكي كتير قوي على فكرة. وكمان ممكن تجيبي اللحمة المفرومة تحطي معاها بصلة، تقلبيها كده في معلقه سمنه حلوه، وتحطي شفشقه طماطم، وتحطي بقى تحطي كوسه، تحطي بطاطس، والله بتبقى تحفه يا بنات، جميله فيها بروتين وفيها كل حاجه. وتعملي جنبها حبه الرز بشعريه، حبه رز حبه وحبه. الاكلات دي كلها والله سهله اهي، ومش هتصرف كتير. يعني احنا بنحاول نلم الدنيا عشان خاطر برضو ايه، لما تيجي تفرزي ما تبقاش عاتله هم ده عايزه فلوس، ده عايزه ميزانيه. لا، انت تفرزي من بيتك، من وانت بتجيبي كده اكل بيتك. يعني مثلا النهارده جبتي طماطم، هاتي يا ست 2 كيلو، جبتي بسله هاتي 2 كيلو، اعملي كيلو وشيلي كيلو، طبعا حسب ما انت البسله ما فيش استغنى عنها، اذا كنت بتطبخيها او بتعمليها بالرز كده بتبقى طعمها حلو قوي. لو عملتي بسله كده بالرز كده البسمتي وتحطي معاها قطع كبد وقوانص، قطع بانيه، تعمليها يا ستي لوحديها كده بالجزر، والله بتبقى تحفه، احلى من اللحمه والفراخ 100 مره. انا كنت عامله معاكم الاكلات دي حلوه قوي، مش لازم لحمه وفراخ يعني. اللحمه المفرومه على فكره بتغني عن حاجات كتيره قوي، وهي ب 200 جنيه هتقسميها على أربع مثلا أسابيع، أو مثلا لو بتستهلكيها كتير هتسند معاكي والله جامد. طبعا في الجلاش اللحمة المفرومة الربع كيلو بيبقى كتير جدا، انت ممكن تعملي صينيتين جلاش كمان، لأنك بتحطي لسه طماطم، ولسه بتحطي فلفل ألوان، ولسه بتحطي زيتون، فوالله بتقطع معاكي كتير. كده خلاص خلصنا ايه اللحمه. طبعا اللي بيجيب فراخ بيجيب فرخه واحده حلوه قوي، تقطعيها 6 تقطعيها 8 زي ما انت عايزه، لان دلوقتي انت مش حمله هتجيبي فرختين مثلا وتشيليهم التفريزات، لا انت ممكن تجيبي فرخه دلوقتي تاكليها، والفرخه التانيه تنسيها خالص، تغسليها غسله حلوه كده وترميها في الفريزر على طول. منها انت كده شيلتي حاجه، ومنها انت خلاص كلتي وشربتي النهارده، والحمد لله على كده. لان احنا بجد لو ما عملتيش كده الحاجه بقت غاليه قوي، مش هتعرفي تلحقي نفسك، ومش هتعرفي توفري، ومش هتعرفي تدبري، مش هتعرفي اي حاجه. انت ممكن مثلا في رمضان بعد الفطار كده تروحي مثلا السوق تصرفي لك قد 100 جنيه ولا حاجه، تبصي تلاقيها سحور بس. لا احنا نعمل الزبادي بتاعنا في البيت بيبقى حلو قوي، وبتبقى العلبه بتبقى كبيره كمان عن ما بتشتريها من بره، وبيقطع اكتر كمان، ونظافه وزي الفل والله، بيتعمل ما بياخدش حاجه يعني. هبقى اعمله معاكم مره. والفول طبعا انت دلوقتي لو اشتريتي ده ب5 جنيه فول حبه قد كده، لا يا ستي انت كل اسبوع هاتشيلك مثلا ب10 جنيه ودمسيهم بجزره بطماطمايه، بيبقى تحفه. كنت عاملاه معاكم كذا مره في القناه، والله كهرمان يا بني كهرمان. طبعا والطعميه لو كنتوا، في ناس بتحبها في رمضان وفي ناس ما بتحبهاش. طبعا عجينه الطعميه لما تعمليها في البيت وتشيليها في الفريزر، تطلعي كده كيس على قد ما تعملي مثلا السحور، ادي كده الحاجه عندك جاتلك ببلاش. هتصرفي، مش هتصرفي، مفيش حاجه ببلاش قوي كده يعني، بس ايه، بتصرفي في حاجات مهمه وهتلاقيها بعد كده. بتبصي تلاقي نفسك كده صرفتي، رحتي مثلا السوق صرفتي في حاجات، وتبصي تلاقي ما عندكيش حاجه في الفريزر. ايه ده؟ لا ما ينفعش كده، لازم تشيلي برضو حاجه بتنفع. والله يا بنات ما فيش حاجه ما بتنفعش. لو هتجيبي فرختين، هاتي فرخه ليكي دلوقتي وفرخه تشيليها. لو هتجيبي كيلو لحمه، طبعا اللحمه ما شاء الله اسعارها بقت في السما دلوقتي، لو هتطبخيها اطبخيها على مرتين، كل نص كيلو مره، حلو وزي الفل، والاكل ما شاء الله. طبعا الرز بقى، احنا جينا هنا للرز، رز ابو 20 جنيه ده اللي مغلب الناس، طبعا ما فيش استغنى عنه، اذا كان في محشي، اذا كان في اي اكل بقى. طبعا الرز انت بقى وسلفتك، انت وحماتك، انت واخت جوزك، اتجمعوا كده مع بعض وهاتلكوا باكيته. مش هتقدري على الباكيته لوحدك، هي بحوالي 170 180. هاتي يا ستي انت واختي اي حد معاكي، ان شاء الله جارتك، هاتوا كده باكيته وقسموها سوا. مش هتقدروا على الباكيته الواحده، تدخلوا معاكم واحده ثالثه، ان شاء الله تاخدي 3 اكياس كده، تشيليهم ترميهم كده في حته ما شفتهاش قبل كده ولا تعرفيها. السكر طبعا، السكر احنا ما فيش استغنى عنه عشان البلح بقى والعصاير والحاجات دي كلها. كل شهر كده تاخدي تموين، شيلي كيسين كده في حته. التموين مش بيكفي دلوقتي، بس احنا بنحاول على قد ما نقدر نجمع الدنيا ونقضي حياتنا حلوه، لان الحاجه اللي بتغلى عمرها ما هترخص تاني. فهنسكت بقى، هنقف كده محلك سر؟ لا، بيوتنا ان شاء الله تبقى عمرانه وفيها الخير كله.
بس ايه، نحاول على قد ما نقدر ما نستهلكش قوي الحاجه. عندي مش ادفلق وارمي واعمل، لا، احافظ عليها. راحه فين يا نعمه؟ راحه للي يسني. طبعا المحافظه دي مش على اكل بس، على كل حاجه، على بيتك، على عفشك، على اي حاجه. مفيش حاجه هتتعوض تاني يا بنات، اللي بيجي النهارده مش هتعرفي تجيبيه بكره. فعشان كده لازم الواحد يحافظ على اي حاجه. طبعا الطحينه مفيش استغنى عنها في رمضان. الطحينه الايام دي ما شاء الله يعني بقت في السماء. ربع كيلو سمسم وحبه زيت على حبه دقيق من عندنا هيطلعوا لنا احلى بطرمانين طحينه، والله العظيم مقاومها زي الفل. وهتقعد معاكي على فول بقى، سلطه طحينه، يعني حاجات اهي. بصي حاجات بسيطه، هنصرف بس زي ما قلت لك هنلم الدنيا. لمينا العصاير ولمينا الاكل، وان شاء الله المرات الجايه نعمل فيديوهات تاني. كل سنه وانتم طيبين.